الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة. أهلا بكم وموجز الأخبار. أكد الرئيس حسني مبارك أن مصر حريصة على تحقيق السلام العادل والشامل وحريصة على وحدة الصف العربي. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس حسني مبارك لصحيفة أخبار اليوم تنشرها اليوم السبت. وشدد الرئيس مبارك على أن مصر لا تتدخل في أي شأن فلسطيني داخلي، مؤكدا ضرورة التعاون بين السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس والحكومة برئاسة إسماعيل هنية. وحول عقد قمة ثلاثية بين الرئيس مبارك والرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت، قال الرئيس مبارك إن القمة واردة في أي وقت، وخاصة بعد أن يلتقي أولمرت مع عباس. وحول الجهود التي تقوم بها مصر لحل الخلافات بين الأردن وسوريا، قال الرئيس مبارك إن هذه الجهود تأتي انطلاقا من دور مصر الذي يمثل صمام أمان للأمة العربية، مشيرا إلى أنه سيستقبل العاهل الأردني والرئيس السوري الأسبوع الحالي. وحول الإصلاحات الدستورية، قال الرئيس حسني مبارك إن مجلسي الشعب والشورى يقومان الآن بدراسة جميع المقترحات الخاصة بهذه التعديلات. وأضاف الرئيس مبارك أن جميع الإصلاحات التي يتم الاتفاق عليها سوف ترى النور عقب استفتاء الشعب عليها. كما أكد الرئيس أن القضاة هم رموز العدالة الشامخة عبر تاريخ مصر، مشددا على الحفاظ الكامل على كل ما يدعم استقلالهم مع الحفاظ على الأصول والأعراف القضائية المستقرة بينهم. وصل إلى القاهرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء مباحثات مع الرئيس حسني مبارك تتناول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل توحيد الموقف الفلسطيني ونتائج جولات الحوار التي جرت خلال الأيام الماضية. في الأراضي الفلسطينية استشهد أحد أعضاء حركة الجهاد وأصيب 3 آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارتهما جنوبي مدينة غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت عناصر من حركة الجهاد بزعم مسؤوليتهم عن إطلاق صواريخ على إسرائيل. على صعيد آخر، أصيب عشرات الفلسطينيين في هجوم إسرائيلي على مسيرة سلمية بالضفة الغربية، وأطلقت قوات الاحتلال العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع على أكثر من 300 فلسطيني، بينهم 60 من المتضامنين الدوليين ونشطاء السلام الإسرائيليين كانوا يتظاهرون ضد الجدار العازل في قرية بلعين غربي رام الله بالضفة الغربية. من ناحية أخرى، رحبت حركة حماس باستئناف المساعدات الأوروبية للشعب الفلسطيني، لكنها أعربت عن تحفظها حول الآلية التي سيتم بها توزيع الأموال. كان القادة الأوروبيون قد وافقوا على إنشاء صندوق خاص لتقديم المساعدات للفلسطينيين دون المرور بحركة حماس، يتيح تقديم المساعدات التي تقدر بنحو 100 مليون يورو، وذلك في موعد أقصاه أول يوليو المقبل. أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أن اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط قريبة جدا من اتفاق لمساعدة الفلسطينيين. وقالت رايس بعد لقاء مع نظيرها الإيطالي ماسيمو داليما في واشنطن إن العمل على بعض عناصر مقترحات الاتحاد الأوروبي لتقديم أموال إلى الفلسطينيين لا تمر عبر حكومة حماس ما زال مستمرا. وحول الملف النووي الإيراني، أعربت رايس عن استعدادها لإجراء مفاوضات مباشرة مع الإيرانيين في حال أن علقوا أنشطتهم النووية. ووصفت رايس التعليقات الأخيرة للقادة الإيرانيين بأنها إيجابية، مشيرا إلى أن الأسرة الدولية تنتظر ردا من الإيرانيين على مقترحاتها. كما أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أن الولايات المتحدة تنتظر ردا رسمي لإيران فيما يتعلق بالعرض الدولي الذي يقدم حوافز لها لإنهاء البرنامج النووي، مشيرة بالتصريحات الإيجابية من جانب طهران بشأن العرض. كان نجاد قد اعتبر الاقتراح المقدم من القوى الدولية خطوة إيجابية، مشيرا إلى أن العرض لا يزال في مرحلة الدراسة. وأكد نجاد مجددا أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي، وأشار إلى أن المحادثات بشأن برامج بلاد النووية لا تزال مستمرة. وإلى العراق، حيث قتل جندي أمريكي واعتبر 2 آخران في عداد المفقودين بعد هجوم بمدينة اليوسفية جنوبي بغداد. وفي كربلاء، نجا المرجع الديني الشيعي مرتضى القزويني من محاولة اغتيال عند خروجه من الروضة الحسينية بوسط المدينة.
ورغم الخطة الأمنية واسعة النطاق التي بدأ تطبيقها في العاصمة العراقية بغداد، إلا أن 11 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 25 آخرون عندما فجر انتحاري نفسه داخل مسجد شيعي وسط العاصمة قبيل صلاة الجمعة. صوت مجلس النواب الأمريكي برفض مشروع قرار يدعو إلى وضع جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من العراق، وذلك بأغلبية 256 صوتا مقابل 153. واعتبر النواب الصراع في العراق ضمن الحرب على الإرهاب، وطلب المجلس القوات الأمريكية في العراق بإتمام مهامهم. أعلن مصدر رسمي يمني أن قادة المحاكم الشرعية في الصومال أبدوا استعدادهم للتفاوض مع الرئيس الصومالي المؤقت وحكومته الانتقالية في العاصمة اليمنية صنعاء. وقد شارك آلاف الصوماليين في مظاهرة بالعاصمة مقديشيو احتجاجا على موافقة البرلمان على السماح بنشر قوات حفظ سلام أجنبية بالبلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة المؤقتة تسيير دوريات من قواتها بعد أن نجحت ميليشيا المحاكم الشرعية التي تسيطر على العاصمة في الاستيلاء على مجموعة من البلدات شمالي مقديشيو. في أفغانستان، أعلن الجيش الأمريكي أن قوات التحالف تدعمها القوات الأفغانية قتلت نحو 45 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى حركة طالبان في عملية نفذتها بشرقي البلاد، وأسفرت أيضا عن مقتل جنديين من قوات التحالف. من جهة أخرى، لقي 4 أفغان مصرعهم بينهم طفلان في هجوم شنه مقاتلون من طالبان على إحدى المدارس بمنطقة على الحدود الأفغانية الباكستانية. ومن أخبار الرياضة، فاز فريق النادي الأهلي ببطولة كأس مصر لكرة القدم للمرة 34 في تاريخه بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق نادي الزمالك ب3 أهداف نظيفة. انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما عماد متعب وعماد النحاس في الدقيقتين 19 و36. وفي الشوط الثاني سجل عماد متعب الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 24. وبهذا الفوز يكون النادي الأهلي قد جمع بين بطولتي الدوري وكأس السوبر وبطولة الأندية الأفريقية أبطال الدوري وكأس السوبر الأفريقي في إنجاز غير مسبوق. وبعدين عبد الوهاب تسديده قويه جدا تضرب في القائم وترجع يلمسها من لمسه واحده ببطن رجله اليمين عمليه. إلى هنا سادتي ينتهي موجز الأخبار. شكرا لكم وإلى اللقاء. أما الآن سادتي مع موجز أنباء الرياضة الخاص بكأس جديد بطولة كأس العالم لكرة القدم. تأهل منتخب الأرجنتين إلى دور 16 للبطولة بعد أن اكتسح منتخب صربيا ب6 أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة. أحرز هدف السبق للأرجنتين لاعبها ماكسي رودريغيز في الدقيقة 6 من الشوط الأول، وفي الدقيقة 31 أضاف البديل استبان كامبياسو الهدف الثاني، وأحرز رودريغيز الهدف الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 41 من نفس الشوط. ينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين 3-0. أما في الشوط الثاني فقد أضاف هرنان كريسبو الهدف الرابع للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 23. وقبل نهاية المباراة ب6 دقائق أحرز كارلوس تيفيز الهدف الخامس للأرجنتين. وقبل النهاية بدقيقتين أضاف النجم الشاب ليونيل ميسي الهدف السادس لفريقه. وبهذه النتيجة لحقت الأرجنتين بالفرق التي تأهلت للدور الثاني، وهي ألمانيا والإكوادور وإنجلترا. وكان حكم المباراة قد طرد المدافع كيزمان في الدقيقة 15 من الشوط الثاني، لتكمل صربيا المباراة ب10 لاعبين فقط. وشارك الحكم الدولي المصري عصام عبد الفتاح في المباراة كحكم رابع، وأشرف على مراسم المباراة المهندس مصطفى فهمي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. كما تأهل منتخب هولندا إلى الدور الثاني بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 2-1 في ختام الجولة الثانية لنفس المجموعة. وقد ارتفع رصيد منتخب هولندا إلى 6 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة بعد منتخب الأرجنتين الذي يتصدر المجموعة بفارق الأهداف.
ولم يتمكن منتخب كوت ديفوار. وفي أولى مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة تعادل منتخب المكسيك وأنجولا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة في استاد هانوفر، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب المكسيك إلى 4 نقاط بعد تعادله، حيث سبق له الفوز على منتخب إيران 3-1، وبذلك يقترب من التأهل لدور ال16 في البطولة، بينما ارتفع رصيد منتخب أنجولا إلى نقطة واحدة حيث سبق له أن خسر 0-1 أمام منتخب البرتغال. وشهد اللقاء طرد أندري ماكانجا لاعب خط وسط أنجولا في الدقيقة 79 من المباراة. لعب الفريقان مباراة جيدة وتبادل إضاعة الفرص، وفشل الهجوم من كل من الفريقين في هز الشباك لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وتحصل وهذا وتقام اليوم 3 مباريات ضمن مباريات الجولة الثانية في البطولة، حيث يلتقي في 4 منتخب البرتغال ونظيره الإيراني ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وفي المجموعة الخامسة يلتقي منتخب إيطاليا ومنتخب الولايات المتحدة في 7 مساء. أما في 10 مساء تنطلق مباراة التشيك وغانا في نفس المجموعة. إلى هنا سيداتي سادتي نصل بكم إلى ختام هذا الموجز الرياضي، شكرا لكم وإلى اللقاء.